تصدمت انا، ما بقيت كنسلم وكنسلم وكنسلم عليهم ونعاود نسلم السلام عليكم متابعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. اليوم اختي عاوتاني داكشي ديال الزرق والبلو ماري وبالك حيد ناري، ولادي ما غيخليونيش نصور. اختي اللي عنده الوليدات هذا هو حالو. نحط بعد التليفون. علاء الدين مال نور، راه كنصور علاء الدين. اللي عنده الوليدات هذا هو حالو، قبلوا عليا وصافي. شنو بنتي؟ واخا علاء الدين واخا. كي دايرين اخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى. انا ما عنديش السيبور راه عرفتو، كنتعذب مع التصوير هكايا، خصني نحط التليفون المهم فاش ما عطا الله. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ ناري 16 الاخر قتلتوني بالضحك في داك الفيديو الاخر اللي حطيت لكم البارح. ناري صافي صفيتوها معايا، وراه بصح صراحه الله داكشي مالك بعد منها ولدي الله يرضي عليك. قلت لكم 16 الاخر زعما راه داكشي اللي قلت انا في الفيديو قلته بواحد العفويه في شكال، وانتم عرفتي راه متو بالضحك، وانا راه كنقرا لي كومونتير ديالكم وصافي كنتفلق بالضحك. واحد الكومونتير يمكن ديال خديجه الفاسيه قالت لك كتلقى الصباط هنا كل فرده وراه بصح والله العظيم الصراحه داكشي اللي قلتي لا راه بصح. شتي اللي عنده الوليدات راه واخا تعيا تجمعي الدار، واخا تعيا ما عرف شنو غادي ديري، ما عرفت شنو غديري للدار، راه غادي ترون غيرونوا. انا دابا راه عرفتو غير قبل المغرب راه جمعت الدار. دابا راه لو كان نقلب لكم الكاميرا راه صافي غندير يدي فوق راسي ونهز جلابتي ونخرج، ما نبقاش نبان نهائيا. ما عندك ما دير. اللي عنده الوليدات راه ضروري هذا هو حالو. ما يمكنش غادي نقمعوا الوليدات، غادي نسدوا عليهم نغمقوهم. راه ضروري خاصهم يلعبوا، راه هذه هي الوقيته ديالهم ديال الطفوله ديالهم، خاصهم يلعبوا، خاصهم يتحركوا، خاصهم يديروا الحركات. الا ما كانوش الدراري كيلعبوا راه ماشي طبيعيين، الا ما كانوش كيديروا الصداع راه ماشي طبيعيين. فاحنا اللي علينا هو اننا نصبروا، كل شيء غيبقى ذكريات ان شاء الله باذن الله. مازال غيكبروا الوليدات ونديروا العرايسات اختي ونديروا النساب. خير دابا انا عندي العروسه يا المتتبعين، ناري سعدات هاد العروسه اللي غطيها الا بقيت هكا بعدا حاليا ما نضمنكش بنتي حاليا انا مزيانه. من هنا اختي نولي عقروشه وما نعرفوش شنو بقى مزيانه. كيشوف فيا على الدين لا عساك وليدي ما تخافش، لا عساك المتتبعين. انا بالله قلت انا حاليا انا مزيانه اختي، ما حدي مازال شابه وصغيره اختي، انا مزيانه. انا الحمد لله والله الا زعما كنهضر معكم بصح انا الحمد لله لوسه طيبه. عائله خوتي الحمد لله مزيانه معاهم وكنبغي لهم الخير وكنتمنى لهم السعاده في حياتهم. وبالعكس الا كان خويا فيه شي حاجه ولا بالعكس كندور في خويا، الا وقع شي مشكل كندور في خويا وكنقول له لا راه مرتك هذيك راه هذه. ومرات خويا عليا بالتقار وبالاحترام. سعدات عيالات خوتي عليا والله العظيم. احسن لوسه في العالم نقدر نكون هي انا، انسانه طيبه ومن اطيب خلق الله. المهم كنقول لكم دابا حاليا من هنا اختي نكبر ونولي عقروشه، الله اعلم واش غنولي نبقى مزيانه مع عرايساتي ولا لا. ولكن انا كنتمنى وليداتي ما يتزوجوا تيديروا ديورهم بوحدهم، باش اختي ما تسكن معايا ما نسكن معاها، تجي بلا غوب ديالها الدويره ديالها، نمشي نشوفها وتجي تشوفني لله في سبيل الله. ولكن باش تسكن معايا راه ضروري غيكونوا المشاكل، ضروري غيكونوا المشاكل. واخا نكون انا مزيانه ونكون انا طيبه راه ما يمكنش انا طيبه وهي طيبه، راه ضروري انا طيبه راه نقدر نطيح فيها هي واش طيبه ولا ماشي طيبه الله اعلم. المهم هو ان من الاحسن ان العروسه تسكن بوحديتها. الصراحه العروسه فاش كتسكن مع عائله الزوج كتظلم بزاف. واخا تكون ملائكه، شتي واخا تكون هاد العروسه ملائكه، الا سكنات مع العائله ديال الراجل راه ضروري يعني ما غيفهموني غير اللي سكنوا مع العائله ديال الراجل. اللي فايت لهم سكنوا معاهم اول حاجه بعدا البنت صيغتو في البنت اللي كتزوج صغيره. سير شوف هاد البرهوشه هادي مالها. انور راني كنصوره بنتي زعما. كمال واش غنبقى نعيط لكم بالواحد؟ كمال
تليفوني كاع حتى علاش كنت كنهضر. قلت لكم زعما واخا تكون هاد العروسه ملائكه، اول حاجه بعدا العروسه الا تزوجت صغيره بعدا اول حاجه غادي تكون ما كتعرفش دير الشغل بزاف، ماشي ما كتعرفش، واخا تكون كتعرف دير الشغل في دارهم، فاش كتمشي للدار ديال عائله راجلها راه كيتلف لها كلشي، لان كل واحد والطريقه ديالو في الشغل، كل واحد والطريقه ديالو في الطياب، كل واحد والطريقه ديالو راه ماشي بحال راه داكشي مختلف نهائيا. وتقدري الا كانت صغيره بزاف مثلا 18 عام ولا 19 عام تقدر تكون ما كتعرفش الحوايج بزاف. مثلا غير انا ندوي على راسي، انا فاش تزوجت كنعرف نعجن، كنعرف نطيب، يعني ما كنعرفش ندير دوك التويشيات الاخرين مثلا هكا البغرير كسكسو، ماشي كسكسو كنعرف نديرو. المهم داكشي البلدي اللي كنديرو حنايا راكم عارفين كنعرف نديرو. ولكن بالنسبه للبغرير، بالنسبه للشلايض هكا داكشي هكا زعما شلايض هكا كبار، بالنسبه للحوايج الكبار راه ما كنعرفش نديرهم. كتلقى صعوبات بزاف، كتلقى صعوبات في التقاليد، كتلقى صعوبات في الاختلافات، بالاخص الا طحتي في شي عائله اللي هما زعما كيقول لك ماشي مشكل راكي اصلا صغيره، ماشي مشكل غنعلموك شويه بشويه، ماشي مشكل. اجيك الا طحتي في شي عائله عنصريين كيبقاو يسبوك يعايروك وانت ما كتعرفي ديري حتى حاجه، انت هادي انت هادي انت هادي انت هادي، فهمتي؟ كتلقى صعوبات. واخا تكون هاد العروسه ملائكه راه غيكونوا المشاكل. من الاحسن انا بعدا بالنسبه ليا، والتحيه كبيره للامهات ومع احتراماتي العكايزات اللي متبعيني، راه كاينين العكايزات اللي ولاد الخير وبنات الخير وكيبغيو الخير للعروسه بحال ما نكذبش عليكم نقول لكم بحال بنتك ما تبغيهاش بحال بنتك. الا قالت لك راني كنبغي عروستي بحال بنتي راه غير كذبتي. الله يرحم لك الوالدين خالتي، ما تكونيش بحال بنتك. راه جامي وحده اللي حملتي بها 9 شهور في كرشك وولدتيها وانت عندك كبيد ديالك لداخل، وحده يلاه عرفتيها عام ولا عامين تقولي لها بحال بنتي، راه ما يمكنش. تقدر تكون بحال بنتك ولكن ماشي بنتك. شنو حبيبه؟ ها غادري قولي لي. صافي واخا انا جايه عندهم. شوف قول لهم راني كنصور، ريحوا على ما نصور ويحن الله. صافي يلا سيري. قالت لي ولادك راه كيدابزوا كيتلفوني دابا، هذا هو المشكل. دابا حتى كنكون انا باغيه نصور ولا باغا نهضر في شي موضوع كيجيو كيتلفوني. قلت لك اخالتي زعما ما تكذبيش وتقولي راه عروستي بحال بنتي. تقدر تكون بحال بنتك ولكن ماشي بنتك. راه بنتك راه تقطعي لحمك وتعطيه ليها، ولكن العروسه راه ماشي هي بحال، تقدر تكون بحال بنتك ولكن بنتك راه ما يمكنش. راه الحاجه الزويونه كتخبيها لبنتك. راه بنتك واخا يوقع شي مشكل هي والزوج ديالها، بنتك غتبغيها تسكن بوحدها، بنتك غتبغيها تكون مرتاحه. العروسه لا، العروسه العكس. كاينه العجوزه اللي غتقول لك انا عروستي بغيتها تكون مرتاحه وتعيش مع الزوج ديالها، يكونوا غير مزيانين هي وراجلها، ماشي مشكل. ولكن كاينه العجوزه اللي كتقول لك لا، كاينه العجوزه اللي كتكون فيها شويه الغيره، كتقول لك انا ولدت ولدي وكبرته وربيته ورديتو راجل باش تجي هي تديه. راه هذه هي سنه الحياه. حتى انت يا خالتي راك ديتي عمي الحاج ديتي انت الوالدي وديتي حتى انت لمو. واش خالتي انت زعما جيتي وتبرزتي انت راه ضروري ديتي عمي الحاج وديتيه حتى انت وسكنتي بوحدك وولدتي وليداتك، خليتي ولدك حتى هو يتمعش بالحياه ويعيش الحياه هو ومرته، ويلبسوا في دارهم اللي بغاو وياكلوا اللي بغاو ويشربوا اللي بغاو ويهضروا في المواضيع اللي بغاو. فاش كتكوني ساكنه مع عائله الزوج صعيبه بزاف، صعيبه الا كنتي ساكنه مع عائله الزوج وعاد كتنتقلي باش تعيشي بوحدك بحال عاد تزوجتي من جديد. صراحه هذه هي زعما الحقيقه والله العظيم. صراحه اي واحد بغى يتزوج حتى يكون بالخدمه ديالو ويكون بواحد الصالير ديالو اللي غادي يقد به. اما الا جبتي العروسه وسكنتيها مع والديك وسيرتو الا ما كنتيش خدام ووالديك هما كل شيء، راه كون اكيد انهم غادي يكونوا مسيطرين لا عليك ولا عليها. ما غتكون عايش في ربح لا انت ولا هي. صراحه هي هذه زعما راه كنهضروا قانونيا، والناس اللي غيفهموني اللي زعما كيشهدوا بالحق راه غيفهموني والله العظيم. هذه هي الحقيقه. لان اي واحد بغى يتزوج خاصو يسكن بوحديتو. واخا تسكني غير في بيتو كوزينه انت ومرتك، ما شافكم حد، بغيتي اختي تغسلي لهم نغسليهم، بغيتي تخليهم حتى الصباح، بغيتي تخليهم حتى الغدا حتى بعد غدا، ما كيهمش. المهم هو ان تكونوا متفاهمين ومرتاحين، وانت كتحن عليه وهو كيحن عليك، وانت كتبغي ليه الخير وهو كيبغي لك الخير. لان فاش كيتزوجوا الازواج الا كان عن حب وعن قناعه، الحب راه ما كيدومش. الحب راه حدك العام الاول صافي قالك المشاكل تدخل الحب يهرب من الباب والسرجم، الحب يهرب من السرجم والمشاكل تدخل من الباب، ولا الحب يهرب من الباب والمشاكل تدخل من السرجم المهم بحال هكا. خاص يكون الصبر. الزواج كيبغي الصبر،
ولكن فاش كتشوفي راسك عاوتاني صابره 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 وبنادم كيزيد يصدم عليك، عاوتاني راه الصبر كيتسالى من طبيعه الحال. كتجي واحد الساعه اللي فين كتستوبي كما ديجا قلتها لكم، اللي كتقولي ستوب لاي واحد كيقيسك ولا كياديك ولا كديري الخاطر وتعاودي 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 وديري 100 خاطر 101 كتقولي ستوب صافي. صراحه الله الانسان اللي كيكون كيصبر بزاف كتجي واحد الساعه اللي كيتسالى الصبر. وحنا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يعطينا ويعطيكم الصبر بلا قدر. وشكرا لكم بزاف والله يحفظكم ليا والله العظيم الا قتلتوني بالضحك. كاينين شي كومونتيرات راه ما عنديش التليفون باش غادي نقرا لي كومونتير، هذا مضويه به وهذا كنصور به هما اللي عندي. عرفتي لقيت بزاف ديال لي كومونتير الصراحه اللي قتلوني بالضحك. اللي قالت لك وحده كتبت لي في الكومونتير قالت لك زعما فاش كيجيو هكايا الضياف من الاحسن انهم يعلموك باش على الاقل غير كتجمع الدار. وفعلا بالاخص الناس اللي عندهم غير كتسمع الدقان في الباب راه كطيح شي كيطير عقبه شي كيطير حدوره واعتق. انا الجيران سميتو الضياف راه واقفين في الباب راه كيدقوا. اختي منين تدقوا في الباب؟ ملي تمشيو عند شي حد تدقوا في الباب اصبروا شويه على ما يجمعوا الدار. ما تقولوش زعما بغاوش يحلوا لكم ولا المهم اصبروا شويه. انا بعدا فاش كنمشي عند شي حد كنصبر شويه كنقول راه تكون ربما الدار مقلوبه ولا شي حاجه صبابط كل فرده ومنين كل فرده وفين مليوحات تقدر تلقى الفرده ديال الصباط فوق الصالون شيرتي بها على شي شيرتي بها على شي واحد بقات تما حتى يدخلوا الضياف. ملي واحد النهار كانوا جاو عندي الضياف كنت مثلا ساكنه في صفرو. المهم بلا ما نقول شكون جا عندي كانوا جاو عندي. والصراحه هذوك اللي جاو عندي راكم عارفين بنادم فيه العجب وفيه التبعكيك وفيه الخاوي. المهم ما عندنا غارات شكون جا. كانوا جاو عندي وكنت ناعسه في وسط النهار وكانوا عندي الدراري صغار. كانوا عندي غير علاء الدين ونادى وعلاء الدين وكمال صغيور يلاه انايا ولدت كامل. وجاو كنت ناعسه في وسط النهار وصيفط. دابا المشكله الكبيره صيفط نادى تجيب اتاي. كنا ناعسين في وسط النهار ونضنا باش نديرو كاسكروط وصيفط نادى باش تجيب اتاي من الحانوت باش ندير لهم كاسكروط. منين نادى مشات تجيب اتاي من الحانوت كنتسناها تجيب اتاي من الحانوت كتجي هي والضياف والباب محلوله وكيدخلوا ناري. والدراري باقيين صغار والروينه وكلشي مرون وصناد كل حاجه جاو فين والمعن مقلوبين وانا لابسه غير بيجامه هكايا راه ناعسه في وسط النهار والصيف لابسه غير بيجامه هكا. وجايين الضياف اللي جاو عندي مخلطين الرجال مع العيالات. انا كي كندير نتلف واش غنهز الحوايج واش نقلب على ما نلبس واش نهز الحوايج اللي كلشي مشتت وحنا كنا ناعسين واش نجمع فين نجلسو. كنت كاريه غير بيت وكوزينه ما كنتش كاريه الدار ديك الساعه في صفرو. في الاول كنت كاريه غير بيت وكوزينه. كي غندير وبيت واحد فيه الناموسيه وفيه جوج سدادر وحنا كنا ناعسين والروينه وكلشي مقلوب ناري. واحد الفضيحه ما تما ما نقول لكم. واش غنقلب على ما نلبس والحوايج غا في السيكان واش غنقلب على ما نلبس واش غنقلب على واش غنحيد الحوايج من الطريق اللي كلشي مشتت واش نجمع الصنادل بقيت مبوطه وحاله فمي صافي تصدمت. انا ما بقيت كنسلم وكنسلم عليهم ونعاود نسلم كنسيت. سلمت على جوج مرات حتى 3 المرات وكثرت الفقصه وكثرت الخلعه. دابا ما دخلوا عليا لا غفله. انا صيفط البنت جيباتي باش نديرو كاسكروت صدقات الضياف داخلين وبزاف بيهم داك النهار عمري ما ننساه في حياتي. من داك النهار الا بغيت نعس في وسط النهار حتى كنجمع الدار ونجمع الحوايج ونجمع كل شيء عاد كنعس. باقا فيا ديك القاعده لدابا قليل منين يعني بعدت العيون وقنيطره عاد شويه وليت كنميك. ما فاش كنت في الصفر دائما الدار كتشعل ودائما كلشي مجموع ودائما خاصني ما تكونش شي حاجه حيت كنخاف الا يمشيو يجيو عندي الضياف ولا شي حاجه. مي دابا هكايا زعما منين بعدت قليل فين كيجي هكايا شي حد زعما من المعارف وصافي. ولكن العائله وداكشي ما كاين حتى شي واحد هنا. داكشي علاش قلت لكم زعما راه الانسان فاش يبغي يمشي واخا بزاف المتتبعين قالك زعما حتى حنايا راه ما كنبغيوش نمشيو عند شي حد ويتكلف لينا. من طبيعه الحال حتى انا ما نبغيش نمشي عند شي حد ويتكلف لي ولكن غير المهم يجمع الصالون الجمعه الصالون فين يجلسوا الشكوى الله ما تكلفوش. راه كل واحد خيره في دارو راه بنادم داكشي اللي قسم الله ياكلو. ولكن غير اختي باش تجمعي شويه الدنيا وديري شي شويه ديال الرويحه مع الطيرات دوزي جفيف الا كانت الارض موسخه. المهم تنقي شويه هكا وشويه هكا. والله الا قتلتوني بالضحك. عرفت كنقرا لي كومونتير راه كنتفلق بالضحك. الصراحه هذه هي الحقيقه وهذه هي المغاربه. حنا باش معروفين هما هادو راه الديور كاملين راه بحال هكاك. راه اي حاجه كتوقع لك في الدار راه اكيد قولي راه كتوقع في المغرب كامل. والحمد لله يا ربي الحمد لله
على تمغربيت ديالنا وعلى الجود والكرم. الحمد لله حنا المغاربه راه الجود والكرم فين ما مشينا، واخا اللي عنده ولا اللي ما عندوش، اي واحد راه خيرو في دارو، اي واحد كيتقاتل ويطيح وينوض باش يجيب ديك لقمه العيش واخا هكاك راه ما كنرضاوش زعما، راه واخا بنادم كيكون في العروبيه وكيجي عندك هكا تضيف على غفله راه كتنوض تذبح داكشي اللي عندك، واخا فروج ولا دجاجه ولا داكشي اللي قسم الله هكايا راك تنوض تذبحو في الليل. شحال هادي والله العظيم يمكن كيجي عندنا شي حد هكا في الليل ونوضو نقلبو في الليل على الدجاج ونذبحوه ونريشوه ونطيبوه. المهم هو حنايا هكا دايرين المغاربه الحمد لله، الجود والكرم. والله يحفظكم ليا خواتاتي، والله الا فوجتوا عليا وفوجت عليكم هاد الفيديو هذا. وقبلوا على هاد الفيديو اليوم صراحه ما درت والو للفطور، غير دي بانيس وصافي. راكم عارفين هاد العشريه من الاخريه شويه مزيرين فيها، مع ما خدمناش رمضان كامل، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. المهم هاد الشيء اللي بقى كامل في رمضان، حتى الا ما شاركتش معكم الفطور هكا مره ندير شي فيديو هكا ونهضر معكم ونجمع معكم، وانتم المهم بارطاجيوه وديروا له لايكات. والله يسهل عليكم والله يحفظكم. شكرا لكم كاملين، يلا بسلامه عليكم.